ايفون 17 مش عاجبكم صح؟ ولا عاجب، بس الصور والفيديو مش كفايه عشان تحكم على الموبايل. في الواقع الموضوع هيبقى غير، لدرجه ان التصميمات بتاعت اغلب الشركات هتاخد نفس روح الموبايل ونفس الالوان، طبعا بعد ما يقعدوا يتريقوا عليه شويه، وبعد كده كالعاده كلهم هيقلدوه. ايوه يا عم، الناس اللي جابوا لها نجاله برتقاني وعربيه 9 برتقاني. سريعا كده ابل اعلنت عن 4 موبايلات: ايفون 17 و17 برو، 17 برو ماكس، وايفون اير من غير 17، بس بشاشه برو موشن 120 هرتز وكاميرا سيلفي احسن بكتير. وعامه سلسله الايفون 17 كلها نازله باكبر مستشعر في الكاميرا الاماميه، يعني هتاخد احسن تجربه، وشاشه اكبر شويه بدل ال 6.1 اللي كانت بتيجي في 16. عندنا في 17 هي 6.3 انش مع سطوع اعلى شويه بيوصل لحد 3000 نيتس، ومعالج الاي 19 العادي مش البرو. وبرغم ان الشكل ما فرقش كتير عن الايفون 16 بتاع السنه اللي فاتت، بس في المواصفات فرق كتير جدا. الموبايل تقريبا بقى برو في كل حاجه الا الكاميرات. تقريبا لو زودوا له الكاميرا التليفوتو 3 اكس اللي هي موجوده في كاميرات البرو، الموبايل ده برو جدا. هتقول لي اعرف شكل موبايل ال 17 ازاي؟ من الوانه شبه ال 16 عادي، بس الوان باهته شويه. اي موبايل شكله باهت هو 17. بس لو جينا بقى لل 17 وال 17 برو ماكس، وده اللي عامل جدل كبير جدا وعمل مشاكل عند ابل وخسائر بمجرد الاعلان عن الموبايل، بس اللي الناس مش فاهماه ان هو الموبايل ده ما قعدوش تصميمه وخلاص. بسبب الحته دي او المساحه الزياده دي، ابل اعادت ترتيب المكونات الداخليه بتاعه الموبايل كلها. الجزء الصغير اللي فوق ده بتاع الكاميرات اللي مش عاجبكم تقريبا ولا عاجب سيفكش، الجزء الصغير ده اتاح لهم ميزه اكبر ان هم يضيفوا اكتر في الهاردوير. في ترتيب المكونات ده بقى عندهم مساحه اكبر في الموبايل ان هم يحطوا بطاريه اكبر، وبالفعل عندنا اكبر بطاريه نزلت في ايفون حتى الان. بس للاسف في نسخ من الموبايلات ال 17 برو والبرو ماكس هتنزل ببطاريات اقل، ودي النسخ الدول اللي هينزل فيها ب ابل هتنزل الموبايلات من غير شريحه، بس في دول هتنزل بشريحه، فالشريحه دي هتاخد مساحه من البطاريه، فالبطاريه هتصغر فيها. بس عندنا في الشرق الاوسط او في اغلب الدول هتنزل من غير شريحه، اغلب الموبايلات تنزل باي سيم بس. وفي الموبايلات دي رجعوا تاني للالومنيوم، هم بيقولوا ان ده افضل بكتير من ناحيه الحراره والتبريد والوزن، ان وزن الموبايل اصلا زاد عن التيتانيوم. يعني لو جينا نقارن موبايل السنه اللي فاتت التيتانيوم والالومنيوم، لا هنلاقي الموبايل هنا زاد مع انه بيقولوا خف. بس اللي هيفرق جدا في الحراره ان هم زودوا غرفه التبريد بالبخار، وده لاول مره في تاريخ ابل، ده اللي هيدي تحسين افضل للحراره بنسبه 40% عن الموبايل اللي فات. نيجي بقى للحاجه اللي ابل بتبذل قصارى جهدها فيها، وهي الكاميرات. عندنا بقى الزوم وصل لكام؟ تخيل معايا، 10 اكس، 20 اكس، 30 اكس. لا، عندنا الزوم نزل ل 4 اكس بدل 5 اكس عن ايفون 16 برو ماكس. طبعا انتوا بتهيأ لكم ان ده زوم اقل فاحنا بنرجع مش بنقدم، صح؟ لا غلط، لانهم في كاميرا الزوم هنا استخدموا مستشعر اكبر، وده اللي هيدي صوره جودتها اعلى. مستشعر اكبر بنسبه 56% من الموبايل اللي قبل كده، يعني صوره اعلى بكتير في الجوده والتفاصيل. لكن بالنسبه للكاميرا الاماميه فهو نفس المستشعر الجديد اللي استخدموه في ال 17 في السلسله كلها، اكبر مستشعر نزل على موبايل. الحته بقى اللي قعدوا يتكلموا عليها كتير قوي ومهتمين بيها، انا لو جيت يعني انا كمؤتمر ابل جاي اكلمك فيها كده هتحس ان الموضوع تافه، بس هو عملي فعلا يعني، وهو التصوير بالكاميرا الاماميه. لما اجي اتصور بالوضع لاندسكيب او بورتريه، انا مش محتاج اميل الموبايل كده واعمل كده عشان اتصور واخد كادر اوسع. انا مش بتكلم على جوده الكاميرا، الكاميرا كده حسنوها جدا وطوروا فيها كتير جدا، ودي حاجه السوفت وير ممكن ينزلوها مع التحديث. مثلا لاندسكيب دي اللي هي بالعرض، والبورتريه اللي هي بالطول لايك. وبرده نفس التطورات، سطوع اعلى بيوصل ل 3000 نيتس، وتصوير فيديو بروريس رو، ده بقى للمحترفين جدا في التصوير. نيجي بقى لبطل الحفله وهو الايفون اير. هو مش 17، هو ايفون سلسله جديده لوحدها، ايفون اير. بس في الموبايل ده هم مش بيعملوا اعلى تقنيات موجوده في البرو، وهنا ابل بتورينا امكانيات ان هي تقدر تعمل موبايل رفيع جدا وفي نفس الوقت يكون عصري وفيه مواصفات تقدر تنافس بيها. صحيح مش هيبقى زي البرو، يعني مفيش مواصفات البرو. انت عندك اذا كان اصلا المساحه بتاعه البرو اللي هو ادخل من كده بكتير، لما عملوا الحته بتاعت الكاميرا دي ادتهم مساحه اكبر يقدروا يحطوا مواصفات اكتر. فهي نقطه التقنيه هنا، انك اي شركه تقدر تعمل موبايل ارفع من ده كمان، بس الناس مش هتقدر تتعايش بيه. اكيد مش هيبقى فيه افضل كل الامكانيات، لكن موبايل بالرفع ده يبقى فيه مواصفات عاليه، هي دي النقطة أو هو ده التقنية. والموبايل بيجي بسماكة 5.6 ملم وشاشة 6.5 بوصة بتدعم البروموشن، موجود في نفس المعالج اللي موجود في ال 17 برو والبرو ماكس، يعني موبايل برو ومش من الالومنيوم زي الموبايلات الثانيه، مصنوع من التيتانيوم. فمع سماكه رفيعه زي دي لازم كانوا يفضلوا مستخدمين التيتانيوم لانه اقوى ويستحمل اقوى. اعتقد لو اي حاجه ثانيه كان هيبقى ضعيف، كان هيعمل مشكله زي اللي كان عملها في ايفون 6 بلس قبل كده من زمان. فانهم يوصلوا للسمك ده وهم يعني الموبايل متين، ده حاجه جامده جدا، وده اللي اضطرهم يفضلوا محافظين على التيتانيوم في الموبايل ده. بس عندنا في الموبايل ده هو كاميرا واحده، نفس كاميرا ال 17 بنفس السنسور بنفس مواصفاتها، مع هضبه صغيره فوق كده برضو لما شويه تقنيات مديها مساحه اكبر للبطاريه. صحيح الموبايل ما فيهوش اكبر بطاريه وممكن البطاريه بتاعته ما تبقاش احسن حاجه، بس ادت مساحه البطاريه اكبر شويه. بس في 17 اير ما عندناش نسخه بشريحه خالص، كله شغال اي سيم، اي نسخه في العالم هتنزل باي سيم،
وده اللي مضطرهم يعني ان هو مش هيقدر ياخد مساحه من البطاريه يقلل في البطاريه اكتر من كده. هو اصلا حاطط بطاريه بالعافيه، فمش هينفع. عشان ايه؟ يقدر يبيع بيه، يقدر يبقى حاجه اعتماديه، يقدر يبقى حاجه ناجحه ينزل بعد كده منها نسخ ثانيه. والموبايل ده نزل بشريحه جديده كده اسمها N1، دي اللي موجود فيها شرائح الاتصالات، البلوتوث، الواي فاي، الشبكات، ودي اللي بيقولوا هيديك احسن يعني اتصالات وشبكات في موبايل في العالم. بس ما اعتقدش الموبايل ده ممكن يبيع زي سلاسل ال 17 العادي او البرو او البرو ماكس، لانه هيعتمد هنا على الناس اللي حابه موبايل رفيع، حابه تجرب حاجه مختلفه، لكن عايز اعلى مواصفات، فمش هيبقى ده. ومع يعني مع العلم ان هو مش سعره مناسب بين الحاجات دي، لا سعره عالي شويه. فمع السعر العالي اللي هو تقريبا 1000 دولار هيخلي الموبايل ده ما يتباعش يعني بنجاح، مش هيبقى موبايل ناجح، لان العراقيل كتيره شويه. اولهم موبايل رفيع جدا، فموضوع المتانه ده هيبقى صعب شويتين، ما فيهوش غرفه تبريد زي الموبايلات الثانيه، فاعتقد مشكله الحراره دي هتبقى مؤثره عليه. ده زائد البطاريه، صحيح هم حاولوا يحطوا فيها اكبر بطاريه، والهضبه الصغيره اللي فوق دي ادتهم مساحه اكبر يحطوا بطاريه اكبر، بس مع ذلك مش هتبقى الطف بطاريه واحسن بطاريه. حتى هم عاملين له بطاريه مخصصه عشان عارفين ان البطاريه اللي فيه ممكن ما تكونش كفايه. هو الموبايل الوحيد اللي معمول له بطاريه ماكس سيف بشكل معين كده بمقاس معين، مش هتنفع غير الموبايل ده بس. ونقطه البطاريه دي متخوف منها جدا، لان اغلب موبايلات ابل اللي هي بتيجي بطريقه غريبه، اللي هو الموبايلات الميني، الموبايلات اللي هي رفيعه الاس اي والكلام ده، كان فيهم مشاكل كبيره جدا في البطاريه، وده طول عمرنا على الحوار ده مع ابل. كمان المشكله الاكبر بالنسبه لي ان هم ليه ما استخدموش بطاريات سيليكون كربون. يعني مثلا في البرو والبرو ماكس حطوا بطاريات اكبر، بطاريات احسن، مش مشكله، حاجه هتفي بالغرض. ليه في موبايل رفيع زي ده ما استخدموش بطاريه سيليكون كربون، مع انها تديك سماكه ارفع، يعني هتديك مساحه اكبر، تحط بطاريه اكبر، في نفس الوقت عمرها الافتراضي اكبر، بتعيش فتره اطول. بس للاسف عندنا لسه بيستخدموا بطاريات الاسم العاديه، ودي مشكله، لان اغلب الشركات الصينيه بقت بتستخدم سيليكون كربون كلها. صحيح سامسونج لسه ما بتستخدمهاش، ابل لسه ما بتستخدمهاش، بس خلاص البطاريات التانية دي احسن بكتير، اللي هو هتفرق معاه وهتفرق مع الشركات، تفرق مع فكره البطاريات، هتنقلها في حته تانية. وبس كده، ده كان انطباع مبدئي عن اللي ابل عملته، وشويه العك الحلوين دول، اللي الموبايل اول ما بينزل مصر، اول لما هينزل والناس تشوف في ايديها، هتشوف قطعه بريميوم جدا، وتبدا بقى تنبهر بيه، وهينجح نجاح كبير جدا. وانا متوقع مع التعديلات الكتير اللي ابل عملتها، هو مش مجرد شكل وخلاص، مش مجرد تصنيع جديد وخلاص، مجرد حاجه تفرقع بيها الدنيا وخلاص. انا شايف ان هو هيقدم لنا مواصفات هتبقى موبايلات من موبايلات قبل الطفره اللي هي بتنزل بتفضل سنين عايشه كلنا بنتجه ليه. فقول لنا انت بقى ايه رايك في الايفون اير؟ هل هو موبايل شايفه ناجح زي ما الناس كلها او زي ما ابل شايفه، ولا شايف ان هو موبايل برضو ممكن يبقى عارف انت ايه، تجربه اولى لسه فيها اخطاء كتير، فيها حاجات كتير؟ وايه رايك برضو في سلسله الايفون 17 عموما كلها؟ ودي كانت كل حاجه، استنوني في فيديوهات جايه كتير. انا احمد زيرو، اشوفكم فيديو جديد. سلام. ماشي. لا